انسوا اي طريقة عملتوا بيها الفراخ قبل كده، عشان الوصفة دي هتغير لكم مفهومكم خالص عن الفراخ. هي والرز في حلة واحدة، الفراخ دايبة والرز مفلفل، ومش قادرة اقولكوا خطيرة ازاي، وطبعا من غير اي مجهود عشان كلنا مفرهدين، وما فيهاش اي تتبيل ولا اي اختراعات. حلة الضغط بتاعتنا وننزل فيها شوية حلوين من الزيت، وننزل بصلتين مفرومين وشوية بهارات، هي دي النكهة كلها. هنقلبهم مع بعض مع البصلاية، وننزل عليهم الفراخ سواء متقطعة اربع او نصين زي ما انا عاملاهم كده، ونشوحهم كويس من الجنبين. وبعد كده ننزل معلقة كبيرة من الثوم المفروم، فلفلايتين متقطعين مكعبات صغيرة، 3 طماطميات متقطعين مكعبات صغيرة، ومعلقة صلصة، ومية مغلية لغاية ما تغطي الفراخ، وما تزودوش مية. هنقفل حلة الضغط وهنحسب 10 دقايق من بعد ما الصفارة تشتغل. هنفتح عليها بعد ما تهدى، ونطلع الفراخ بتاعتنا نحطها في صينية نحمرها تحت الشواية، او ممكن نسيبها في الحلة زي ما هي وننزل عليها الرز بتاعنا مغسول ومش منقوع ولا اي حاجة. زودت شوية مية صغيرين، قفلت الحلة تاني، سبته كمان 10 دقايق لغاية ما الرز بقى مفلفل معايا، والفراخ اتحمرت تحت الشواية، وقدمتها مع سلطة زبادي بالخيار والزيتون المخلل اللي احنا عملناه مع بعض، وبالهنا والشفا. جربوها وقولولي رأيكم.